حبايب قلب الإدارة عاملين إيه؟ أتمنى تكون بخير وبصحة وبسلام. جاهز يا بطل نشوف مراجعتنا بتتكلم عن إيه؟ يلا بينا. النهارده إن شاء الله هنراجع مع بعض الوحدة الثانية جغرافيا. إن شاء الله أستاذي الغالي هنخلص منهجنا على خير أو خلصناه خلاص، الدروس خلصت عندنا، وهننزل لك مراجعة وحدات، وبعون الله هنزل لك مراجعة نهائية وعامل لك مذكرة اسمها مذكرة تسريبات. أي سؤال في الامتحان في المذكرة دي وأنا عارف أنا بقول لك إيه، وهتشوف ده كويس. ماشي يا معلم؟ تعال نبدأ مع بعض، وأول سؤال وأهم هو بما تفسر. قال لك ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية. مستر يعني إيه الزيادة الطبيعية؟ هو الفرق بين عدد المواليد والوفيات. يعني إيه؟ مش فاهم. أستاذي الغالي، دولة عندك اتولد فيها 20 شخص وتوفى عندك أو مات 10 أشخاص، اطرح الاتنين من بعض يتبقى لي 10 مستر. كده معدل الزيادة بتاعك عالي. فبص الحتة اللي جاية دي، لما يقول لك ليه معدل الزيادة مرتفع في الوطن العربي، يقول له بسبب ارتفاع عدد المواليد أهو، وانخفاض عدد الوفيات أهو. لازم عشان معدل الزيادة الطبيعية بتاعك يكون طبيعي أو صفر، يبقى اللي اتولد قد اللي توفوا. اتولد 20 توفى 20. ماشي؟ طيب اللي بعد، انخفاض معدل الوفيات في معظم الوطن العربي. ليه بيموت عندنا ناس قليلة؟ قول له بسبب تحسن الأحوال الصحية. 2 ارتفاع مستوى المعيشة. 3 تقدم الرعاية الطبية للأطفال. طول ما انتم مهتمين بالصحة الوفيات هتقل. اللي بعد، ارتفاع معدل الوفيات في بعض الدول. ليه الوفيات بيزيدوا؟ أستاذي الوفيات بيزيدوا بسبب حروب، بيزيدوا بسبب مجاعات يعني مش لاقيين ناكل اهو. بسبب الحروب والمجاعات في بعض الدول، فلسطين وسوريا وكمان العراق وصومال. تاني، فلسطين وسوريا والعراق وكمان الصومال. خلاص؟ طيب تعالى بقى للي بعده. قال لك بما تفسر اختلاف توزيع السكان من منطقة إلى أخرى. مش فاهم. يعني بيقول لك حتة في الأرض تلاقي فيها سكان كتير، وحتة في الأرض سكان قليلين. ليه عددهم مش متساوي؟ قول له بسبب 1 في عوامل كتيرة بتأثر. زي 1 عوامل طبيعية، دي موارد المية والتربة الخصبة، تضاريس وكمان مناخ. سهلة؟ حلو. اللي بعد، عوامل بشرية، الأنشطة الاقتصادية وكمان الصراعات، حروب، مواصلات. يا سلام، ايه الجمال ده؟ ايه اللذاذه ده مستر؟ يا بص عوامل طبيعيه، موارد الميه والتربه الخصبه، تضاريس وكمان مناخ. عوامل بشريه، الانشطه الاقتصاديه والصراعات والحروب والنقل، مواصلات. جميل يا معلم. كل دي عوامل بتاثر في توزيع السكان. اللي بعد، يتركز السكان في السهول الفيضية. بص يا أستاذي الغالي، قاعدة ثابتة، سهول فيضية يعني أنهار. أنهار يعني فيها زراعة، والزراعة يعني استقرار. فتقول له إيه؟ يرتفع كثافة السكان بسبب 1 توافر موارد مياه العذبة، 2 تربة الخصبة، وبالتالي قيام زراعة. يبقى زي ما أنا قلت لك، عندي موارد مياه اللي هي الأنهار، وتربة خصبة، اي نهر عنده تربه خصبه، اذا بتقوم عمليه الزراعه، فتلاقي السكان يحبوا يقعدوا. طيب تعالى اللي بعد. جميل قوي، حلو قوي. احنا بدانا نلم الوحده واحده اهو. تركز سكان الصحاري. تركز سكان الصحاري في الواحات. اشمعنى الواحات؟ قال لي عشان في مياه جوفيه وتربه صالحه للزراعه. جميل. طب السؤال اللي بعد، ليه سكان اليمن ولبنان بيحبوا سكني الجبال؟ ليه يحبوا يسكنوا الجبال؟ قول له يا باشا بسبب اعتدال المناخ نتيجة الارتفاع. اعتدال المناخ نتيجة الارتفاع. طب اللي بعد، ليه كثافة السكان مرتفعة في مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة؟ مصادر الطاقة اللي هم ايه؟ بترول، غاز طبيعي. ليه؟ قال لي بسبب توافر فرص عمل وارتفاع الدخل. مستر صح، انا المفروض كنت فكرت فيها. هو ناس شغالين في البترول
اي حته فيها بترول ناس تشتغل في البترول، فاذا يا مستر خلاص ارتفاع دخل، زياده الدخل، وموجود فرص عمل، ناس تقدر تشتغل. المفروض افكر فيها زي ما عملنا في الانهار، سهول فيضيه يعني ميه، اذا وجود تربه خصبه، الله ينور، اذا وجود زراعه. جميل. طب اما بقى لو قال لي التعدين، مستر ناس تستخرج من بطن الارض معادن، تعدين، عمليه تعدين، بس خلاص فرص عمل وزياده دخل. جميل. يبقى الموضوع عايزك تبقى فاهم، مش جاي تحفظ وخلاص. انا مش جاي النهارده احل معاك عشان احفظك، ما انا عايز احفظك كنت عدت لك شرح تاني، بس انا عايز افهمك، اوريك السؤال بيجي ازاي، دي الفكره. طيب ظهور مشكله سكانيه في الوطن العربي، تقول له ايه؟ بص، في علاقه غير متوازنه بين اعداد السكان والموارد الاقتصاديه. مش فاهم. انا دلوقتي عندي في دوله ما 20 شخص ساكن، 20 شخص ساكن، حلو، وهنوزع على كل واحد رغيف عيش، يبقى انا عايز كام؟ 20. لا، الدولة دي بقى مواردها الاقتصادية بتطلع 10 ترغفة. هل كده ينفع؟ لا يا مستر. اذا هتلاقي في مشكلة سكانية، بيقول لك العلاقة غير متوازنة، يعني مش بنساوي بين بعض، يعني احنا 20 شخص وهيوزعوا علينا 10، ما المفروض 20. فطول ما ال20 مش موجودين، الموارد الاقتصادية قليلة والسكان زيادة، يبقى في مشكلة سكانية. طب لو السكان زيادة، لو السكان قليلين والموارد كتيرة، مش هيبقى في مشكلة، هنوزع موارد كتيرة على السكان، بدل ما واحد ياخد عيش ياخد رغيف والتاني والتالت براحته، فكده ما يبقاش في مشكلة. طب اللي بعد جميل قوي، حلو قوي، يا سلام، يا ولد يا لعيب، طير يا طيارة، هوب، ما النتائج؟ انا كعادتي ما بحلش معاك سؤال ما النتائج، لان هو عكس بما تفسر، فاحنا المفروض نخش نعمل ايه دلوقتي؟ دلل. بس لا، هقف على اهم حاجات في ما النتائج. بص يا مستر، هوريك ان هو حل اللي احنا حليناه، يعني هو بيجيب هو كده ما النتائج، اللي يعرف يحل بما تفسر حل ما النتائج. طب الزياده الطبيعيه للسكان في الوطن العربي، لما يكون عندك زياده سكانيه تعمل ايه؟ قول له ترتب على ذلك ارتفاع معدل النمو السكاني. طب السؤال اللي بعده سؤال سهل وبسيط، قيام الصراعات والحروب في بعض الدول بالنسبه للسكان مش هيأثر على السكان يا مستر؟ يبقى اختلاف او قله عدد السكان حيث تقتل اعداد كبيره منهم او يجبروا على ترك البلاد. طب اللي بعد تزايد عدد كبير من السكان بدرجه لا تتناسب مع الموارد الاقتصاديه. مستر انا فهمت، هو كده قصده من السؤال ايه؟ ان احنا السكان كتير والموارد مش مكفياهم، يبقى هيحصل ايه يا مستر؟ مشكله، لعيب. يبقى تقول له ايه؟ حدوث خلل او مشكله في توزيع السكان وظهور مشكله سكانيه. صعب الكلام؟ طب تعالى بقى نخش في اللي بعده. قال لك استاذي الغالي دلل، يلا بينا يلا بينا. التضاريس مالها؟ لها دور في توزيع السكان. يلا التضاريس يا مستر ايه علاقتها؟ اقول لك انا مستر، هو يعني ايه دلل؟ دلل ده انا قلته مليون مره، قعدت افهم الناس يعني ايه دلل. يا جدعان دلل بيقول لك اديني اثبات، دلل بيديني اثبات، وتيجي عيال في الكومنتات يقول لك مستر يعني ايه دلل؟ انت يالا بتطفح ايه على الصبح يالا؟ بتاكل ايه يالا على الصبح يالا؟ يا حبيب قلبي دلل. بص تعالى نمسكها واحده واحده. اللي حاطط الامتحان بيكلمك بيقول لك استاذي الغالي التضاريس ليها دور في توزيع السكان. خلي بالك العباره صحيحه وكلامي صح. انا عايزك تديني دليل ازاي التضاريس بتلعب دور في ان هي توزع السكان. تقول له ايه؟ بص بص بص، يتركز السكان في المناطق سهليه لقيام الزراعه، كده بيتركزوا. طب يقل فين؟ يقل السكان فوق المرتفعات مستر، ما عدا جبال ايه؟ ما عدا جبال مين؟ اللي احنا لسه قايلين عليها لبنان. طب بعد كده السؤال اللي بعد يقول لك ايه؟ يعاني الوطن من خلل في توزيع السكان مستر، او ممكن يقول لك ايه؟ يعاني من مشكله سكانيه اهو، وجود مشكله سكانيه. تقول له ايه؟ الدليل بقى. قول له الدليل ان فعلا في مشاكل. ايه المشاكل؟ تقول له واحد، دول عربيه فيها زياده سكانيه وقله في الموارد، وبالتالي كده ارتفاع معدل البطاله زي سوريا ومصر. مستر البطاله يعني ايه؟ ناس مش لاقيه تشتغل.
ناس مش لاقيه تشتغل. طب اللي بعده، دول عربيه تعاني من نقص سكاني وزياده في الموارد الاقتصاديه وبالتالي عجز في القوى العامله. مستر انت لسه شارح وقلت لنا بمثال ان هو رغيف العيش فمش هنوزع عليهم موارد. ايوه، ما احنا لو جبنا ان الموارد، قلنا الموارد دي ان هي رغيف عيش ورحنا شايلين الرغيف العيش وقلنا فرص العمل وقلنا فرص، ما هي الموارد الاقتصاديه هي شغل، اكل، كل حاجه. جميل. طيب تعالى في اللي بعده. يا سلام، حلو، تيري يابا هوبا، اديله ادي يا ام خالد، اديله ادي. قال لك اختلاف انماط السكان. يعني ايه انماط السكان يا مستر؟ طب تعالى نشوف الاجابه وهفهمك. بسبب تنوع البيئات وطريقه معيشه السكان ونشاطهم الاقتصادي الذي يمارسونه. انا عندي نمط من الانماط، هو يا اما ايه؟ بدو، يا حضر، يا ريف، كل الكلام ده. طيب ليه؟ عشان البيئات مختلفه، يا صحراء يا مدن يا ريف، وطريقه المعيشه مختلفه، ونشاطهم الاقتصادي اللي هو الشغل بتاعه، العمل مختلف. هل انت حبيب قلبي الشخص اللي بيعمل بالزراعه، الراجل الفلاح الاصيل، طريقته زي طريقتك اللي انت شغال في مصنع؟ لا يا مستر، طريقته غير طريقتي. ليه؟ بسبب البيئه وبسبب طريقه الشغل او النشاط الذي يمارسه. اللي بعده، تناقص، يعني قله عدد سكان الصحراء اللي هم البدو. واحد، يلا بينا، هجرة أعداد كبيرة للقرى والمدن، بيهاجروا كتير يروحوا للقرى والمدن. 2، وتحول أعداد كبيرة للعمل في التعدين واستخراج البترول. أعداد كبيرة بتسيب حرفة الرعي اللي هي في البدو أو في الصحراء ويروحوا يشتغلوا في التعدين، يبحثوا عن المعادن واستخراج البترول. ليه؟ فلوسه عالية، أحسن، أعلى، مستوى أعلى. طب اللي بعده، قيم دول عربية بتوطينهم في قرى بهدف تعمير الصحراء. يعني ايه؟ دول عربية تروح عند البدو اللي في الصحراء، والنبي يا اخوانا احنا عايزين الصحراء دي، ليه؟ هنعمروها، هنستصلحوها، نخليها أراضي زراعية. هتودونا فين؟ هتروحوا القرى جنبكم تعيشوا فيها. فإذا تلاقي الصحراء بيقل فيها عدد السكان. طب اللي بعد، الهجرة المستمرة من الريف للمدن. مستر ليه الناس بيهاجروا من الريف يروحوا للمدينة؟ ليه؟ حبيب قلبي انت شايف ايه؟ انا لو قاعد ناحية الارض الزراعية هعيش عندها ولا احب اعيش في الحتة اللي هي مدينتي مثلا في القاهرة؟ اكيد يا مستر مدينتي. ليه بقى؟ اهو بص، عدم توافر خدمات، قلة فرص العمل من القرى. مش فاهم يعني مفيش خدمات كتيرة. يعني انا دلوقتي جبت لك قرية من القرى غلبانين، وجبت لك مدينتي او مدينة العالمين وقارنت لك وقلت لك دي فيها خدمات ولا دي فيها خدمات. لا مستر، عالمين طبعا بحر وبتاع، هنا في ترعه مستر. يبقى الخدمات ايه؟ متوافره في المدن، فعشان كده احنا بنهاجر للمدن. فهمت؟ طب تعالى في اللي بعده. طب السؤال اللي بعده يقول لي ايه؟ ظهور مناطق عشوائيه حول المدن بالوطن العربي. مستر ايه المناطق العشوائيه دي؟ حبيب قلبي دلوقتي احنا عندنا مدينه متقسمه بيوت كويس، تلاقي ناس جم عملوا شويه بيوت عشوائيه بالطوب الاحمر شكلها وحش جنبها، تلاقي بيوت عشوائيه كده. الله لا 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 لا، ليه بس يا جدعان؟ لما بنهاجر من الريف للمدن بنروح نعمل مناطق عشوائيه، مش لاقيين مكان نقعد فيه. طب ممكن يعكس السؤال يقول لك ايه؟ تناقص عدد الريف. ليه الريف عدده بيقل؟ خلي بالك، بص. طب يا مستر تعالى نطلعه سؤال لازم، سؤالين لازم يجوا في الامتحان. بص تعالى، ولازم تكتبهم معايا بالله عليك. تناقص عدد سكان الريف. 1، ادي ده السؤال. 2، زيادة عدد سكان المدن. تعالى يا استاذ، الاثنين نفس الاجابه. ازاي؟ بص يا استاذ، ليه سكان الريف بيقلوا؟ قول له بسبب هجرة سكان الريف إلى المدن. طب لما يهاجروا للمدن، المدن يحصل فيها إيه؟ زيادة سكان. فإيه بقى؟ زيادة عدد سكان المدن تقول له إيه؟ بسبب هجرة سكان الريف من الريف إلى المدن. صعب الكلام؟ يبقى السؤال ده يا أستاذي بالله عليك لازم تكتبه وخلي بالك منه. طيب تعالى اللي بعده.
قال لك سعي الدول العربيه، بتجتهد الدول العربيه، ده بمعنى كلمه سعي، تجتهد للحد يعني تقليل ايه؟ الهجره من الريف للمدن، بهدف المحافظة على الأراضي الزراعية. ليه يا دول بتقللي عدد الهجرة، الناس اللي بيهاجروا من الريف للمدن؟ قالت لي ما هو لو كله راح قعد في المدن محدش هيعمل أرض زراعية، محدش هيزرع، إذا كده البلد باظت. يبقى بهدف المحافظة على الأراضي الإيه؟ الزراعية. طب اللي بعد، بص ده اللي أنا قلته أهو، تزايد عدد سكان الحضر اللي هم المدن. ليه يا مستر المدن؟ ليه سكانهم او زياده؟ قول له بسبب الهجره من الريف للمدن. ممكن بقى تزود حاجات بقى، قيام المدن البتروليه زي دول الخليج، انشاء دول عربيه للمدن الصناعيه في سوريا وكمان مصر. انا استاذي الغالي في مدن بتروليه، فرص عمل زي دول الخليج، ما هاجرش ليها ليه؟ طب 2، الدول العربية بتعمل مدن صناعية زي مصر وسوريا، ما اروحش اقعد عندهم ليه؟ طب جميل قوي. قال لك يلا بينا، تعد المناطق العشوائية مالها من اهم المشكلات المدن. مستر صح، انت قلت لي هي كانت مدينة كده مستر والناس جم هاجروا جنبها فقعدوا يعملوا بيوت عشوائية. ايوه يا ميسيو هو دي. لا غلط. بص، ليه بتعد المناطق دي مشكلة؟ هو بيقول لك ليه بقت مشكلة أصلا، فتقول له إيه؟ أنا هحفظك معنى كلمة المناطق العشوائية عشان هيجي يقول لك عليها تعريف. عرف المناطق العشوائية. خلي بالك بالله عليك، أخوك حبيبك بيقول لك الحاجات اللي تيجي في الامتحان ما تستناش المراجعة تلمها. يلا هنقولوها تاني، بس لما تسمعها مرة تانية ولا تسمعها كأنك أول مرة تانية. طب بص، قول له ايه؟ هي مناطق تنشأ دون تخطيط، تنشأ حول المدن، تفتقر للمرافق وتدني في الخدمات، مرتفعة الكثافة، بها مشكلة سكانية وهي مشكلة سكانية. المناطق العشوائية ايه؟ تنشأ حول المدن، تنشأ دون تخطيط، تفتقر للمرافق وتدني في الخدمات، بها كثافة سكانية وهي مشكلة سكانية. بها كثافة سكانية يعني فيها سكان كتير، وان المنطقة العشوائية كلها اصلا دي مشكلة من مشاكل السكان. طب تعالى اللي بعده. حلو قوي، جميل، لحد الان احنا ماشيين حلو وفاهمين الدنيا. نيجي نحل مع نفسنا طربش طر الله في برسيمه ولا فاهم حاجة. يالا ما انت جاي بتحل معايا، انت المفروض مش جاي تسمعني، انت بتحل. المفروض السؤال اللي انا بقوله انت بتجاوب قبل ما انا اقول. طب يلا بينا. ضعف نسبة الالتحاق بالإناث. مين نسبة الالتحاق بالإناث دول؟ كمل يلا السؤال. نسبة التحاق الإناث بالتعليم الابتدائي. ليه النساء عددهم قليل في التعليم الابتدائي؟ قول له بسبب العادات والتقاليد تمنع تعليم الإناث. في عادات وتقاليد في أهلنا في الريف بيمنعوا تعليم الست. يقول لك البنت ما تتعلمش، نخافوا عليها. بنت تكبر تتجوز على طول تيجي 15 17 19 سنه كده هوب اتجوزي يا بيت واقعدي في بيتكم. ما يقول لك ما نعلموهاش، خافوا عليها. فدي عادات وتقاليد. هل ده صح؟ لا يا مستر غلط. طب تعال، ارتفاع نسبة الإعالة. مستر يعني ايه إعالة؟ أستاذي الغالي، ناس متحملين على كتفك، مش بيشتغلوا، بتصرف عليهم، بتديهم كل حاجة ومش بيفيدوك بحاجة. مين دول؟ أيوة مين دول يا مستر؟ كبار السن، ناس كبيرة مش بتشتغل، الدولة بتصرف عليهم. 2، صغار السن، عيل صغير هيشتغل؟ لا، الدولة بتصرف عليه. فلما يقول لك زيادة نسبة الإعالة قول له ارتفاع الأطفال صغار السن وكبار السن والبطالة بين الشباب، شباب لا يعملوا، إذا الدولة برضو تصرف عليه. فأنا ممكن بقى أزود حتة أقول له إيه؟ ارتفاع نسبة صغار السن نتيجة ارتفاع معدل الإنجاب. يا سلام، حلو ده. طب تعال السؤال اللي بعده، ما النتائج استمرار هجرة؟ بص، أسئلة هتحل نفسها. ارجع يا ابني، أنت مشيت ليه؟ تعالى كده، تعالى كمان، طير كمان واحد صاروخ، يلا يا ولد.
اديله دم وخالد، حركات حلوه. استمرار هجره السكان من الريف للمدن، لما يستمروا يهاجروا من الريف للمدن ترتب عليها ايه؟ قله عدد الريف وزاد عدد المدن. فلما يزيد عدد الناس اللي في المدن تظهر مناطق عشوائيه. حلو. فالموضوع مش محتاج، فاحنا هنخش على دلل عشان ده اللي انا عايزه. ايوه هو ده، هات لي يا مستر الحاجات اللي احنا بنقف فيها دي. يتميز سكان الوطن العربي بالعديد من القيم الاخلاقيه. سؤال عبيط، ايه الازرق ده؟ احنا عايزين اسود يا ولد، بس ده حلو الازرق، عجبني بس مش هيبان على الشاشه. قول له يا باشا العادات والتقاليد ايه هي؟ او القيم الاخلاقيه، قيم دينيه سمحه، عادات تقاليد حسنه، ترابط اسري، مواطنه وتسامح. يعني ايه الكلام ده كله يا مستر قبل ما نخش بس؟ قيم دينيه سمحه يعني رجل ديني بيتعلم، انت بتتعامل مع الشيخ، شيخ كده جميل كده سمح، بيتعامل بكل هدوء ورفق ولين، هي دي القيم الدينيه السامحه. طب 2، عادات وتقاليد حسنه. عندك عادات وتقاليد، مش قصدي عندك عادات وتقاليد كويسه، بتفكر صح. انت مثلا متعود ان انت كل يوم الصبح بتصحى تفطر تلعب رياضه، اسمها عادات تقاليد صح. لكن لما تصحى تشرب كوبايه مثلا تشرب سيجاره مثلا، لو انت انتوا مش في سن شرب السجاير، انا اعرف شباب بيصحوا يشربوا سيجاره، اخي ياي اخس عليك، دي عادات تقاليد وحشه. طب 3، ترابط اسري، تبقى علاقتك باسرتك كويسه. 4، المواطنه والتسامح، ان احنا نعيش مع بعض كاخوه. الله، سؤال مش هيجي في الامتحان، انا بس حاطه لك كده عشان لو جه لعل وعسى. وبكده عمي وعم الناس خلصنا الوحده الثانيه يا باشا. انتظرني ان شاء الله في المراجعه تاريخ. اشوف وشك على خير، اخوك وحبيبك عبد موسى.